السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ اليوم جبت لكم جدول مراجعة للصف السادس الأحياء يبلش يوم 15/4. أنا اعتمدت على جميع المستويات، مو بمستوى واحد. شاطر، وسط، جو الوسط، كل شي. بلشت بالرياضيات من يوم 15/4 إلى يوم 25/4. هي تصير 11 يوم، بس يومين استراحة مال العيد. هي مخلي لها 9 أيام الرياضيات. وهسه راح أجيكم كل فصل كم يوم. الفيزياء من 26/4 إلى 3/5، 8 أيام. والكيمياء من 4/5 إلى 12/5، 9 أيام. والأحياء من 13/5 إلى 18/5، 6 أيام. والعربي من 19/5 إلى 27/5، 9 أيام. والإنجليزي من 28/5 إلى 4/6، 8 أيام. المراجعة الأولى راح تصير 49 يوم، وزاد يومين راحة مال العيد. وشهر الخامس انتبهوا 31 يوم مو 30. عندنا الإسلامية تقرأ على طول فترة المراجعة، وحتى وإن كنت ما فاتحها. شوية فصحى مالكم دخل. كل يوم من ساعة إلى ساعتين. وإذا كنت ضابط الإسلامية اقرأ الأدب على طول فترة المراجعة. وتاخذ من أيام العربي 3 أيام إلى الإسلامية، لأن راح نخلي لها أيام قبل الامتحان. يعني حكي مختصر. الإسلامية إذا ضابطها لا تقرأها على طول فترة المراجعة، اقرأ الأدب حتى تضبطه أفضل لك. يا المادة الأدب والإسلامية، هي اختار مادة تخليها على طول فترة المراجعة. خل أجيب لكم الرياضيات شلون راح نقرأها. هنا عندنا المراجعة الثانية تبلش من 5/6 إلى 17/6، 13 يوم. من 18/6 إلى 21/6 إسلامية لمدة 4 أيام. العربي خليت له 3 أيام، باقي المواد كلها على يومين. شلون نبلش بالمراجعة الثانية؟ من أخير مادة من الفيزياء، وترد كيمياء، وترد رياضيات، وهيك يعني من أخير مادة على مود من توصل تقرأ العربي. أنت قريب على الامتحان، قبل الإسلامية تقرأ العربي. وأنت تقدر إذا ما تريد تسوي مراجعتين، هاي الأيام المراجعة الثانية يعني العربي مو 3 أيام ضيفها على المراجعة الأولى، مو 9 أيام تصير 12. الكيمياء مو 9 تصير 11، وهكذا. هسه نجي على تقسيم الأيام على المواد. الرياضيات إحنا إيش كم فصل عندنا؟ 5 أفصل، وعدد الأيام 9. الفصل الأول خليت له يوم ونص. الفصل الثاني خليت له يوم ونص، هاي 3 أيام. الفصل الثالث خليت له 3 أيام، هاي 6 أيام. الرابع يومين، والخامس يوم، هاي 9 أيام. طبعا انتظر. عندنا الفيزياء، هي عدد الأيام خلي لها احنا 8 أيام، وعدد الفصول 4. هاي الفصل الأول خليت له يوم، الثاني يوم، الثالث يومين. الرابع والثامن انتبهوا لي، الرابع ويا الثامن يوم، الخامس يوم، والسادس يوم، والسابع يوم. الكيمياء عدد الأيام 9، عدد الفصول 8. الفصل الأول مخليت له يوم، الفصل الثاني يوم، الثالث خليت له يومين ونصف، والثامن نصف يوم. يعني اقروا بس وزاريات الثامن، لأن هو ما بي ورقتين. وباقي الفصول على يوم، رابع، خامس، سادس، سابع، يوم يوم. نجي على أحياء، خلينا لها 6 أيام، عدد الفصول هي 3. كل فصل أريدكم يومين، أو أنت ياهو الفصل قول بي خلي له أقل، بكيفك أنت قسمها. لأن هاي أريدكم تجيبون بها 100. الأحياء ذا هضيمة ذا ما تجيبون بها 100. وبس ركزوا على الوزاريات، كل الوزاريات ركزوا عليها، تجي عليها أكثر من 100 درجة من عدد ترك. العربي هو احنا قلنا 9 أيام، 5 أيام خليت للقواعد، و4 أيام للأدب، وتقدر بالعكس. وانت إذا قاري الأدب على طول فترة المراجعة، خله بمكان الإسلامية مثل ما اتفقنا. والإنجليزي هو 8 أيام خلينا له، وهو 6 يونتات وأدب وياه. كل يونت خليت له يوم، هاي 6 أيام ويا القطع مالاته. وتبقى يومين للأدب. والدرس الأول من اليونت الثامن، أنا ما أتذكر اليونت الثامن بالدرس الأول، ما أدري اليونت السابع. المهم عندكم الدرس الأول ويا الأدب، خلوهن يوم ويا اليومين.
انتظروني ثواني بعد. جبت لكم هذا الجدول مال الدراسة اليوم، وانت ما تقدر تعتمد عليه وتقدر ما تعتمد، انت باللي يعجبك. من 6 الصبح 9 الصبح دراسة 3 ساعات، من 9 ل10 راحة مع افطار، من 10 ل12 دراسة، ومن 12 ل1 راحة وتتغدى، من 1 ل3 راح تنام. هم تقول لي ما عندي وقت وهواي راح اقرا، هاي راحة عبالك نايم بالليل. من 3 ل7 دراسة، ومن 7 ل8:30 راحة وتتعشى، من 8:30 ل11 دراسة، من 11 ل6 نوم. مجموع عدد ساعات 11 ساعة ونص. انت لو تقرأ لي تركز لي ب10 ساعات انت هنا ملك. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو.